الجزائر تسرق كرتين لكأس إفريقيا من ملعب مولاي الحسن وتأخذه من أجل سرقتهم. هذا أمر لا يتصوره العقل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم فيديو جديد عبر قناتنا. سنتحدث اليوم حول العديد من الأمور اللي راهي طاغية، يعني راح نحكي في موضوع تافه جدا اللي ربما ما يسهلش أنه تهضر عليه، ولكن بحكم الضجة الكبيرة اللي داروها الصحف المغاربية لازمنا نهضروا على هذا الأمر ولازمنا نفصلوا في هذا الأمر. أيضا راح نحكي على إبراهيم مازا وعلى التشكيلة الأساسية اللي خسرتها الكاف واللي ما تستحقش انهم يكونوا لاعبين هادو. ايضا راح نحكي مع بعضنا على مدرب منتخب الكونغو واش قال واش هضر على المنتخب الوطني، وراح نحكيو على بعض التفاصيل اللي صارت مع المنتخب الوطني الجزائري اليوم. قبل ما نبداو ما تنساوش دعمونا بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، رانا قاعدين نكبروا شويه شويه. ما تنساوش دعمونا وتفعيل الجرس من اجل التواصل بكل ما هو جديد حول القناه. كما يشاع في الصحف اليوم الجزائر تسرق كرتين من ملعب المباراه من اجل اخذهم معهم. هذا الامر يعني مستحيل يحدث، ومن مستحيل سابع المستحيلات انه يحدث. الجزائر اكبر ميزانيه للفيدراليه في كره القدم بين جميع المشاركين في كاس افريقيا. تعتبر ايضا انه راتب الناخب الوطني اكبر راتب 135 الف يورو، يعني الثاني اللي هو مدرب منتخب فاي مدرب منتخب كوت ديفوار، وكذلك مدرب منتخب الكونغو، ربما ليس الكونغو، مدرب منتخب نيجيريا 75 ألف، والمغربي الركراكي 70 ألف. يعني ضعفين مدربنا يسلك به بالطاقم تاعو راح يكون اكثر بكثير. يطمعوا في كرتين لكاس افريقيا يسرقوهم، هذا شيء مستحيل، سبع المستحيلات. الجزائر عندها يعني اكبر ميزانيه راهي موفره في كره القدم، هذه يعني بلا ما نهضروا فيها وبلا ما نكذبوا فيها. ايضا ثاني راح نحكيو على يعني هذه الكرتين. اولا قبل ما تبدا البطوله يعني بيما اللي خدمت هذه الكره ترسل كل منتخب 50 بالو، يعني المنتخب الوطني والمنتخب التونسي وعدد المنتخبات دربوا بهذه الكرات قبل ما يوصلوا حتى للتربص في المغرب. يعني هذه الكرات راهم يرسلوهم، الجزائر راهم عندنا الكرات، واش نديروا يعني بالكرات تاعكم حتى نديوها بزوج؟ ايضا كاين قانون في الفيفا واش يقول الكرات اللي تلعبوا في هذيك المباراه ورا المباراه واحد ما يديهم، يعني يخليهم. كاين كما تشوفوا كاين لاعبين يسجلوا هاتريك ولا سجلوا 4 اهداف يهز الكره يديها معاه، يعني تسمى ماهيش سرقه. يعني هاد الكرات راهم جوست يلعبوا بهم ويردوهم، كاين اللي يديهم وكاين اللي ما يديهمش. وزيدوا نحضروا نحكيو حاجه ثانيه لوجيك، انه هاد الكرات راهي خدمتهم بيما ماشي خدمتها من المغرب، تسمى ماشي هي المغرب اللي قاعده توفر فيهم. اذا داهم واحد من الجزائر سدي نقولوا معليش هزموا الدهم، المغرب واش دخلوا في هذه القصه؟ اصلا بيما هي اللي قاعده تمد في هذه الكرات، وهاد الكرات راهم ممدودين يعني بقدر لا يطاق، يعني راهم بزاف بزاف بزاف. تسمى ماشي هذه الحكايه اللي ضجه باه يديروا لنا منها حكايه ويخرجوا لنا منها موضوع انه الجزائر، وهذا حكم تاعو انهم حابين يشتوا على المنتخب الوطني باسكو لقاو بلي الجزائر منتخب مليح ومنتخب قادر انه يوصل لابعد حد، ولا ممكن انه يفوز على المنتخب المغربي في نصف النهائي يكون يتلاقاو. هذه هي السبه تاعهم، هو التشويش على المنتخب الوطني الجزائري. ما بيهمنا الكره تسرق ولا والو، نعتنا لكم وبينا لكم القوانين واضحه جدا انه يحق بعد نهايه المباراه اخذ الكرات كما تشاء، لان المباريات يتم توفير لها عدد كافي من الكرات. يعني نورمال عادي يهز الكره تاعك وديها عادي، ما كاينش بروبليم ولا مشكل اللي يقول لك الكره ما تديهاش. ورانا شفنا في اكبر المنافسات الاوروبيه لاعب كيسجل 3 ولا 4 يهز الكره يديها معاه عادي، تسمى ما كانش منها هذا القانون جدا. وانه الكافيه اللي قال لك فتحت وشافت ومنا روح اخويا نعطيك الكرات هذه اللي لقيتها بديتها ما روح ديها، هذه هي. وما نكثروش الحكايه هذه باسكو هذه حكايه تافهه بالنسبه لنا، والصحف المغربيه هي اللي دارت لها ضجه، يعني ما تستاهلش حقا هذا الضجه الكبيره اللي راهم يحكيوا عليها. انا من عندي من المنبر هذا الكرات راهي متوفره للجميع ومتوفره بكثره، وبما هي اللي قاعده توفر في هذه الكرات ماشي المغاربه. يلا نروحوا للموضوع الثاني اللي هو الكاف وضعت رسميا قائمه 11 لاعب للدور الاول من كاس افريقيا. هذه القائمه جابت الضحك، يعني لاعبين بدون مستوى، ما نقولوش بدون مستوى، قدموا مستوى جيد ولكن لا يستحق لهم التواجد في هذه التشكيله. راح نعطيكم التشكيله الحاليه راح تلقوها في الواحد. الحارس كما هو الشناوي، على الظهير الايمن مزراوي، في قلب الدفاع طونسيبي لاعب الكونغو، وكذلك طابسوبا لاعب منتخب بوركينا فاسو. العبدي كظهير ايسر، باليبا لاعب الكاميرون في وسط الميدان، مع دياز ولوكمان في منصب غير منصبه. محرز على اليمين، ماني على اليسار، وامادو لاعب منتخب كوت ديفوار على الهجوم. يعني واش نشوفوا باللي لاعب تألق وقاعد يقدم في اداء جيد اللي هو ابراهيم مازا غير متواجد في التشكيله. بالعكس يعني ابراهيم مازا مش قاعد يلعب 10
قاعد يلعب 10 وابراهيم دياز قاعد يلعب مهاجم في منتخب المغرب. كيف تحط واحد مهاجم تردو وسط ميدان وتخليه مهاجم؟ ماني يعني ما قدمش المستوى المطلوب منه في هذه الكاس افريقيا، يعني بالارقام ماهوش مقدم هذا المستوى. هز دياز حطه في بلاصه ماني وحط ابراهيم مازا عفوا في وسط الميدان. يعني نشوفوا طونزيبي وكذلك طابسوبا خسر مع الجزائر. طابسوبا يعني سجل هدف، الهدف هذا كيشفع عليه انه يكون في التشكيله، ورامي بن سبعيني اللي بالارقام راهو لاعب قاعد يقدم في مستوى جيد. يعني درك نروح معاكم بعد شويه نعطي لكم تشكيله سوفا سكور اللي يمدوا الارقام تاع الصح. رامي ب 7.50 او 7.60 متواجد في التشكيله، وبالنسبه لتشكيله الكاف غير متواجد. علي العابدي صحيح انه سجل من ضربه جزاء، ولكن هل علي العابدي يستحق انه يكون في التشكيله الاساسيه؟ خصوصا ان المنتخب تاعو ماهوش متالق كثير. بالنسبه للمدرب وضعوا إيريك شيل المدرب نادي منتخب نيجيريا، يستحق منتخب نيجيريا بدون استقبال اي هدف، يعني فاز في 3 مباريات، يعني يستحق انه يكون واحد من هاد المدربين. لوكمان سجل ايضا. يعني انا واش نشوف الكاف 6 لاعبين يسجلوا بزاف في الدفاع. اختاروا طابسوبا سجل، طونزيبي سجل او ربما لم يسجل، اختاروا مزراوي واختاروا كذلك علي العبدي اللي سجل ضربه جزاء للمنتخب نيجيريا. يعني اختيارات غريبه بالنسبه لي. نروحوا درك نشوفوا التشكيله اللي حطتها سوفا سكور، باللي متواجد فيها رامي بن سبعيني، متواجد فيها ابراهيم مازا، متواجد فيها رياض محرز. ابراهيم مازا 8.17، محرز 8.33 ولا 8.50، راني نسيت الارقام بالضبط. وكذلك عندنا رامي بن سبعيني متواجد في قلب الدفاع. محمد صلاح حاطينه مهاجم. يعني هذه التشكيله، هذه الارقام الحقيقيه في 3 مباريات هما اللي توضح لنا التشكيله، ماشي يعني تهز تحط نتائج من راسها ولا تهز تحسب اختياراتهم. وانا نشوف بلي ابراهيم مازا تم حذفه من تشكيله ال11 في الدور الاول، وذلك حكم انه ممكن المنتخب الوطني يذهب الى ابعد حد من هذه الكاس ويتم حرمانه من افضل لاعب في هذه الدوره. هذا هو يعني واش راهم حابين في الكاف، واش راهم حابين، ماشي الكاف. يعني كي نقول الكاف يعني راهم الفيدراليه المغربيه او الجامعه المغربيه كما تلقب. يعني كل القرارات راهي تجي من الجامعه المغربيه وبقياده المغربي لقجع، هو اللي قاعد يتحكم في الكاف، هو اللي قاعد يتصرف في الكاف. يعني بدون نقاش، خصوصا انه كاس افريقيا في المغرب شفنا العديد والعديد من الامور اللي ما نتموش نذكروها. نروحوا درك للتصريحات تاع مدرب منتخب الكونغو اللي قاعد يتحدث على مباراه المنتخب الوطني الجزائري. قال مباراه صعبه ومباراه راح تكون حاسمه، وحنا لعبنا هذه المباريات صعبه من قبل. يعني مباراه مش راح تخوفنا، فلقد فزنا من قبل ضد منتخب مصر اللي كان هو متصدر هذه المجموعه وقدرنا ان نقصيوه. هنا نعلقوا على هذه. منتخب مصر لم يتصدر في ذلك الحين مجموعته، وكان متأهل في المركز الثالث او الثاني ربما، ومنتخب الكونغو شارك معاه صح وربحوا، ولكن منتخب المصري ما كانش متصدر المجموعه، تما ما تقدرش تصنف المنتخب الجزائري كما المنتخب المصري في ذلك الوقت، ما نحكيش في الوقت الحالي. يعني هذه تصريحات غلطه. هو صح حذر، قال مباراه كبيره ومباراه صايعه. قال لهم ايضا كي نحبوا نفوزوا بكاس افريقيا لازمنا نلعبوا مع المنافسين الكبار. قال المنتخب الجزائري واحد من اقوى المنتخبات، قال يجب علينا الفوز في هذه المباراه من اجل الذهاب لمواجهه نيجيريا وكذلك تنزانيا، واحد من هذول راح نلعبوا معاه. يعني كاين ثاني تعليقات منه، قال لهم باللي راني شاهدت المنتخب الجزائري، وقفت على اخر التحضيرات تاعو والتجهيزات تاعو للمباراه ذلك. نرجعوا انه نهار جا هو تفرج المباراه، يعني المنتخب الوطني كان غير التشكيله تاعو 90%، يعني ما شاركوش اللاعبين اللي كانوا راهم يشاركوا اساسيين مع المنتخب الوطني. شفنا في المباراه الثالثه العديد من التغييرات. لذلك نقولوا لهذا المدرب باللي راك مخطئ قليلا في هذه الاخبار اللي قاعد تجيب فيها، والمنتخب الوطني راهو قادر يتغير معك بنسبه 90%. المباراه اللي راك شاهدتها يعني ما نكونوش نغطيو الشمس بالغربال، راح يكون تفرج المباراه الاولى والمباراه الثانيه وحلل المنتخب. منتخبهم يلعب بطريقه لعب 4-4-2، يعني وين شتهم يلعبوا التكتل الدفاعي كي تعود الكره عند الخصم، وين يلعبوا هجوم منتظم كي تعود الكره عندهم. يعني وين شفنا راهم يركزوا على مهاجمين يدخلوا في الهجوم، اللي زال تحمي يطلعوا صديق في الوسط يعاودوا يقفلوا، لي زارير تحمي يعاودوا يلحقوا، وين شفنا لا ديفونس تتحرك. يعني راهو فريق منظم جيد، فريق يلعب كره حديثه، فريق يلعب بخشونه برزانه، يعرفوا وقتها يهاجموا، يعرفوا وقتها يدافعوا. تسمى ماهوش منتخب اللي ضعيف ولا منتخب اللي راح يكون سهل للمنتخب الوطني الجزائري. لذلك مباراه صعبه، مباراه مفخخه. يعني وين المنتخب الوطني يكون سجلوا في الدقائق الاولى راح نفوزوا عادي جدا في هذه المباراه، ما تبقاش مباراه بقيمه، ولكن يبقى منتخب محارب، منتخب عنده لاعبين كبار، عنده لاعبين بطاقات كبيره، باكامبو، عنده موسواكو، عنده طونزيبي، وامبيساكا، شارل مبيمبا، عنده بونغويدا، عنده العديد من النجوم اللي ممكن يصنعوا فارق. عنده ويصال اللي ما جاش بقى في نادي نيوكاسل، كان مصاب لمده شهرين. يعني المنتخب الوطني راهو صعيب عليه هذه المباراه، ماشي صعيبه عليه، ثم صعيب مجاراه هذه المباراه.
ايضا نتحدثوا عن المنتخب الوطني عاد التدريبات اليوم، وين شفنا اللاعبين قاموا بالتدريبات، شارك الجميع في التدريبات باستثناء جوان حجام وكذلك سمير شرقي. اليوم الأحد رايحين يديروا فحوصات شامله من اجل معرفه مدى مشاركتهم في المباراه ضد منتخب الكونغو. يعني جوان حجام ممكن يلحق بمباراه الكونغو، سمير شرقي ممكن يلحق بمباراه نيجيريا في حال التاهل. الى هنا هذه هي الحلقه تاع اليوم، وهذه هي الاخبار اللي جبناها لكم، ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه الحلقه. شكرا لكم، نلتقي في حلقه اخرى، ما تنساوش الجام ودعمونا للاشتراك في القناه.